الاخر كده، كرة اليد في الزمالك مالها؟ يا كابتن هشام يا نصر، يا كابتن حسين يا لبيب، يا لا لعبتوا يد، اخباركم ايه؟ كرة اليد في الزمالك من اول ما حضراتكم جيتوا هي في انهيار تام. النهارده هنتكلم عن كل مشاكل كرة اليد، وهكلمك عن التشكيل ماتش بيراميدز بكره في السوبر. قبل ما اكلمك في اي حاجه، عشان الواحد طالع وربنا وحده يعلم بيه، انزل اعمل اشتراك في القناه وانزل صلي على النبي في الكومنتات. طيب، اولا كده نادي الزمالك من اول ما كابتن حسين لبيب شرف، ومن اول ما كابتن هشام نصر اهو بالاسامي شرفوا الاثنين، اللي كان المفروض منهم واحد كان تقريبا نائب رئيس الاتحاد الدولي، وواحد منهم كان بيلعب كرة يد في الزمالك، وحسين اللي هو اسمه حسين لبيب. يا باشا كرة اليد انا مش عارف اكسب، مش عارف اخد بطولة. انا بتغلب النهارده من سموحة. الزمالك النهارده اتغلب من سموحة. انا اتغلبت من سموحة اللي ملهاش اي تاريخ في كرة اليد. انا واحد من الناس بتفرج على كرة اليد دي، انا كنت باخد بطولة، بصحى من النوم كده بفتح التليفون، ايه ده الزمالك خد بطولة في اليد والله. طب يا جماعة كويس. دلوقتي انا بقيت بتفرج، بقيت بشمئز اصلا من شكل العيال اللي في مين دول. مين دول؟ انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ فين فريق اليد بتاع الزمالك؟ فين؟ مين العيال اللي بتلعب دي اصلا؟ يا كابتن هشام يا ناصر، ده انت الوحيد اللي الناس اتخانقت في الجمعيه العموميه، ويلا وكان نازل قدامك هاني العتالة عشان تكسب، عشان قائمه موحده، وحضرتك كنت نائب رئيس وما اعرفش رئيس اتحاد دولي ولا رئيس الاتحاد المصري ولا ايه، انا ما اعرفش كنت انت ايه سلطتك اصلا في الاتحاد، بس المتعارف عليه ان حضرتك كنت موجود في كره اليد او من اسره كره اليد يا فندم. حضرتك انت نادي الزمالك بقاله 3 سنين او سنتين انا ما باخدش اي حاجه، بقالي 3 سنين ما بكسبش بطولات ما باخدش دوري، ما باخدش كده، ما باخدش اي حاجه، ما باخدش اي حاجه. والمفروض ان انت اصلا، المفروض ان حضرتك اصلا بمنتهى البساطه كده، انت اصلا المفروض ان انت جاي عشان خاطر تصلح العاب الصالات. فين العاب الصالات؟ انا بتغلب من سموحه يا جدعان. انا اتغلبت من سموحه. سموحه دي تاريخها ايه في اليد؟ انا بتفرج على الماتش، انا كنت كسبان فرق 4. الشوط الثاني ما اعرفش ايه اللي حصل، كل شويه الشوط الاول يطرد منك ايقاف دقيقتين، ايقاف دقيقتين، ايقاف دقيقتين. ايه هي اللعيبه اللي بتلعب دي؟ مش عارفه هم بيلعبوا فين، ولا انتوا جايبين لعيبه وخلاص، ولا جايبين مدير فني منين؟ انتوا مين يا جدعان؟ هو الواحد ليه مكتوب عليه، الواحد ليه مكتوب عليه في الزمالك دايما يعيش مشاكل هو المفروض كمشجع ما يعيشهاش؟ ليه انا مكتوب عليا ان انا كمشجع اخد بالي بقى من اللعيب، واخد بالي من ده، واخد بالي ده، واعرف تفاصيل اللعيب، واعرف تفاصيل اللعبه، واعرف يا عم انا بشجع الزمالك، لو بيلعب بيلي هشجعه. لكن ليه مكتوب عليا انا كمشجع ان انا اخش في تفاصيل انا المفروض ان انا ما ادخلش فيها اصلا؟ ليه طيب؟ بناء على ايه حضرتك بتدخلني في القصص دي؟ بناء على ايه ان انا كفرقه، فرقه يد الزمالك كان بقالها اكتر من 10 سنين راكبه افريقيا يا عم؟ في ايه يا جدعان؟ كرة اليد في الزمالك بتنهار، او يعني هي انهارت. تعالى بس ناخد كده ايه الكلمة الصحيحة، انهارت خلاص. مفيش كرة يد في الزمالك، مفيش. تعالى النهارده اكلمك على التشكيل. الزمالك بكره عنده ماتش. كابتن احمد عبد الرؤوف طلع مع عمر جابر، هو وعمر جابر في المؤتمر الصحفي للماتش، وبصراحه عجبني جدا جدا كلام كابتن احمد عبد الرؤوف، ان راجل واقعي، الراجل ما فخمش من حاجه، الراجل حط قيمه الزمالك في المكانه اللي يستحقها. الراجل مع يعني ما طلعش قلل من حد، الراجل بيطلع بيتكلم ان هو الزمالك ان انا تاريخي متعارف عليه او الكلام ده كله. ولكن يعني في بعض كده ايه، بعض الجرابيع بيقول لك عمر جابر اتسال سؤال ففي معناه ان الزمالك بينافس على اي بطوله، وان الزمالك منافس في كل البطولات، وهو يامل وان هو اي بطوله الزمالك متعرف افريقيا والكلام ده كله. اذا فجاه بالبيجات خدت كلام عمر جابر، وافريقيا في الناس مش عارف تاخد اي بطوله افريقيه بقى لها 3 سنين، مش عارف تخش اصلا افريقيا بقى لها 3 4 سنين. شويه جرابيع. انا اخر مره اتقابلت انا وانت وش الوش، انا معلم على وشك. اخر مره اتقابلت فيها في افريقيا انا وانت في بطوله وش الوش كده، انا علمت عليك يا حبيب قلبي. فاوعى تنسى، اوعى تنسى الجرح اللي في وشك مني، اللي انت عمال تداويه بصفقات وتداويه بفلوس قد كده. اوعى. الجرح اللي في وشك ده انا السبب فيه يا حبيب قلبي. الخيبه اللي انت فيها دلوقتي ده، الملايين اللي انت بتجيب بيها اللعيبه، انا سبب فيه يا حبيب قلبي. انا اللي هديت لك المعبد.
فلما اتقابلت انا وانت وش في وش كده، انا علمت عليك في وشك، اديتك واحده يعني متشافه للجميع. فما يعني ما تحلوش، عشان لو انت حلوت احنا بنحلو برضو والله. تمام. طيب تعال نتكلم بقى في التشكيل الزمالك بكره ماتش بيراميدز، وده اللي هيبقى بنسبه 99%، اللهم قد يحدث تغييرات بسبب اصابه او لكن ده التشكيل اللي كابتن احمد عبد الرؤوف ثبت عليه وخلاص. ده اللي هيلعب بكره ان شاء الله. في حراسه المرمى محمد صبحي، باك يمين عمر جابر، باك شمال بنتايج، 2 مساكين هيكون محمد اسماعيل والونش. قدامهم نص ملعب احمد ربيع، ولو اني انا احب احمد ربيع ومحمد شحاته، بس قدامهم نص ملعب احمد ربيع، ناصر وعبد الله، قدامهم شيكوبانزا يمين. هيلعب ناحيه الشمال احمد فتوح، يعني احمد فتوح وبنتايج مع بعض على نفس الخط. وقدامهم احنا كده قلنا ادي 4، واحمد ربيع 2 قصاده، احمد ربيع و2 قصاده هيبقى ناصر ماهر وعبد الله السعيد. وقدامهم هيكون شيكو بانزا، فتوح، وعدي الدباغ. 4-3-3 تعرف عليها. ناصر ماهر هيزيد من ناحيه الشمال، عبد الله هيزيد من ناحيه اليمين، او هو اللعيب اللي هيحرك الملعب. انا ما بحبش التشكيله ديت، انا احب العب ب 2-6، لان بيراميدز عندهم قوه هجوميه جامده جدا في التلت القداماني. مهند لاشين وبلاتي توريه لعيبه تقيله قوي. مهند لاشين وبلاتي توريه لعيبه تقيله قوي. مايلي مهاجم رخم، محتاج ان انا ازق لعيب 6 تاني. ده التشكيل لحد دلوقتي. في تغييرات ممكن تحصل، في تغييرات ممكن تحصل عشان نكون واضحين يعني، بس بنسبه 99% ده التشكيل بتاع بكره. معرفش يعني انا ضد فكره ان ايه، اصل انا كعبي عالي على بيراميدز فانا هكسبه. لا، انت مش كعبك عالي على بيراميدز، انت بتعرف تلعب مع بيراميدز. انت على عكس الاهلي ما بيعرفش يلعب مع بيراميدز، بيتدربك. انت بتعرف تلعب معاه. ماتش بكره صعب جدا. اول ماتش يا تكسبه تلعب فاينل، يا تخسره وتلعب ثالث ورابع. ولو اني انا شايف الثالث زي الرابع، تاخد بعضك وتروح. ابعت الناشئين، اعمل اي حاجه يعني، فاهم. اتمنى من اداره الزمالك، اعتقد والله اعلم من اداره الزمالك مش هتخش في ولايه تانية، يعني مش هيكون ليها وجود تاني في مجلس اداره الزمالك فتره قادمه اعتقد. لان انتوا فشل كلكم. مفيش ملف انتوا نجحتوا فيه لحد اللحظه اللي هنتكلم فيها دي. مجلس اداره الزمالك مجلس فاشل.